هو ينفع أتغيّر في يوم وليلة؟ ينفع أتغيّر تغيير حقيقي مستمر في وقت قصير؟ السؤال ده اتسأل برّه، واتعملت عليه أبحاث كتير، وفي الآخر طلعت الخلاصة ينفع. ينفع بس في شرط، الشرط ده إن في اليوم ده أو في الأيام دي يحصل حدث يُقع في قلبك ويأثّر فيك داخليًا فيخلّيك تتغيّر تغيير سريع. وإحنا نروح برّه ليه؟ ما إحنا عندنا قصتين من أجمل القصص اللي حصل فيها تغيير جذري وحقيقي واتحوّلت حياة الشخصين لحياة تانية مختلفة. الشخص الأول الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض كان من قُطاع الطرق، كان في جارية بيحبها وفي يوم كان بيتسلق البيت بتاعها. تخيّل حياة الشخص ده، وهو بيتسلق البيت سمع آية بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أول ما سمعها وقعت في قلبه، دخلت قلبه والله أعلم إيه المعاني اللي حسّاها، لدرجة إنه قال بلى أنا يا رب. اتحول الفضيل بن عياض من قاطع طريق لعابد الحرمين، اتسمى بالاسم ده علشان كان بيتعبد في الحرم المكي وينتقل للمدينة، وقعد من المدينة للحرم المكي. الشخص التاني مالك بن دينار. مالك بن دينار كان شارب خمر، يعني شخص ضايع. في يوم هو بيقول إن يعني حب يكون ليه زوجة وبيت وأطفال، فتزوج وأنجب بنت سماها فاطمة وكان بيحبها أوي أوي. فاطمة عند سنتين اتوفت، فتحول لشخص أسود وشارب للخمر أكتر، لحد ما في يوم حلم يا جماعة، حلم حلم لكن وقع في قلبه واقع مختلف، معاني تانية دخلته. الحلم دوت حلم بإن في تعبان كبير أوي بيجري وراه، وهو بيهرب منه قابل شخص لابس أبيض طيب بس ضعيف عجوز، فقال له انقذني منه، فقال له أنا ضعيف ما أقدرش. شاور له على إنه يمشي ليه في مكان تاني وصل لحد الجبل اللي فيه أمانات الأطفال اللي بيموتوا وهما في سن صغير وهناك. فشاف فاطمة بعدت عن التعبان وبينت له إن التعبان ده هو عمله السيء وهو اللي كبره، وإن الشخص العجوز هو عمله الصالح لكن إنه ضعيف. وصح على آية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال برضه أنا يا رب. تحول لعالم من علماء المسلمين. التغيير مش محتاج فترات كبيرة، بالعكس هو محتاج يوم يحصل فيه حدث معين. عشان كده ربنا بعت لنا أيام حلوة كتير، أيام ذو الحجة وليلة القدر وشهر رمضان كله والعشر الأواخر ويوم عرفة. وفي أيام بتبقى مبعوثة للشخص نفسه. ممكن الفويس ده التسجيل ده يكون مبعوث لك أنت عشان تقول من قلبك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فتقول أنا يا رب. إيه رأيك؟ حاول الأيام دي تحضر بقلبك، يكون حضور حقيقي، حضور حقيقي. لعل في معاني تيجي لقلبك أنت بس، ممكن تكون سبب في إنك تتغير تغيير أنت نفسك فيه من زمان، حاولت كتير توصل له لكن ما وصلتش. لعل البداية تكون الأيام دي صدق مع الله، فربنا يبعت جوه قلبك معاني تخليك تعيش حياة مختلفة، حياة طيبة، يقيمك ربنا في حاجة ويستخدمك، تلاقي نفسك في حتة تانية خالص. هي بس محتاجة منك تقول من قلبك أنا يا رب.